وادي وصفتنا النهارده الراني بكل تكات وصفات دندونه. اعملوه بالطريقه دي، بصوا هيبقى ادمان عندكم، وممكن ان انتوا تحفظوه في الفريزر عندكم او في التلاجة. يجيلك ضيف، عندك اولاد، انت هتدمنيه شخصيا. ندوق بقى ونشوف بقى ايه. الله. ولما بتيجي تشربي كده بيطلع القطع الصغيره اللي انا قطعتها دي. اتفضلوا معايا. طعمه جميل جدا جدا جدا. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وما تنسونيش بالدعوة الحلوة واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد ممكن، وهستنى تطبيقاتكم ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه بأحلى كومنتات اللي زي قلبكم. بحبكم في الله. وقبل ما اقول لكم باي باي، يلا بينا نشوف طريقة الراني بطريقة تكات وصفات دندونة. باي. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه. في حاجه احنا بنشتريها غاليه جدا وما بتبقاش صحيه. ايه رايكم لما نعملها لكم؟ هنعمل النهارده رالي. عندي هنا 3 كيلو خوخ. لازم ننقع الخوخ كويس جدا في ميه وشويه خل، وبعدين نبتدي نغسلهم علشان بيبقى فيه حاجات كده. مهما تغسلوه مش بينضف. لازم تعملوا الحركه ديت علشان خاطر الخوخ بتاعنا يبقى نضيف كويس وما نتعبش لما نيجي ناكله. وعندي هنا كوبايه الا ربع سكر. معرفش هستخدمها كلها ولا لا، بس هنشوف مع بعض. وعندي هنا هنقول مثلا ليمونتين كبار. فاكرين الليمون بالبرتقال اللي احنا كنا عاملينه قبل كده؟ هو ده اللي انا هستخدمه. ما عندكيش ممكن تستخدمي ليمونتين كبار. وعندي هنا ظرف فانيليا بودرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه الخطوات. اول حاجة هنعملها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عندي هنا لتر ميه هسيبها لما تغلي بالمنظر دوت، وبعدين هننزل عليها السكر بتاعنا. مش هننزل بيه كله اهو، هيبقى نص كوبايه، وسبت الربع اهو. اللي بيحب بقى مسكر اكتر حطي الكوبايه الا ربع. وهنزل هنا بالليمون بتاعي يا دوبك بس يغلي غلوه ونشوف هنعمل ايه. حبايبي الميه بالليمون غليت معانا اهي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهي، تمام زي الفل. هبتدي بقى انزل بالخوخ بتاعي اهو كده، وهشيل بس كام واحده منه هوريكم هنعمل فيها ايه اهو كده لمده 5 دقايق بالظبط، وما تكتروش عن كده اهو. بصوا يا حبايبي خلاص عدى ال5 دقايق. بصوا بقى هو ده اللي انا بقول لكم عليه. بصوا اللون الجميل. لو انتوا استخدمتوا بقى السكري مش هيديكوا اللون اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا اللون كده بيدي على بينك كده، بيبقى لونه حلو جدا اهو. وده اللي بيميز البلدي عن السكري اهو. خلاص هطفي بقى عليه، وبعدين هبتدي بقى ايه انشله كده واحطه في ميه بارده عشان اوقف عمليه السوا بتاعته اهو كده. بصوا حبايبي انا حطيته اهو في ميه بارده علشان خاطر توقف عمليه السوا بتاعته، ولما اجي اقشرها تبقى سهله عليا. حبايبي اهو هبتدي اشيل القشره الخارجيه. بصوا بتبقى سهله جدا 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 اهي. بصوا ما بتاخدش ثواني. بصوا اهي اتشالت كلها اهي اهي زي ما انتم شايفين. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. نيجي بقى للخوخ اللي احنا قشرناه اهو. هنبتدي ان احنا نقطعه كده اهو، ونفصل النوى منه اهو كده اهو. نعمل واحده كمان اهي
هي سهلة جدا. كل اللي انت بتعمليه بتفصلي اللحم عن البذرة اهو. اخلص الكمية وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي اهو فضيته في قلب الشفشق بتاع الخلاط، والمية اللي احنا كنا عملناه فيها اهو هزوده شوية كده وبعدين هضربه وارجع لكم تاني. هوريكم انا بجيب الخوخايه بتاعتي كده وبعدين ببتدي اقشرها زي ما انتم شايفين كده اهو. كده اهو، مش بتاخد وقت، بس لازم الخوخ بتاعنا يعني يبقى ناشف ما يبقاش طري. لو طري هتبص تلاقيها بقت عصير في ايدينا اهو. وبعدين اهو اقطعها كده 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 اهو. خلاص بقت البذرة معانا اهي. قطعوا اي لحمة حواليه اهو تمام زي الفل. هنبتدي بقى نقطعه كده. هي دي القطع اللي احنا هنحطها، هوريكم هنحطها ازاي، وهي ليها طريقة برضو مخصوصة اهي. اخلص الكمية وارجع لكم تاني. حبايبي اهو قطعتها اهو قطع كده اهو الكمية اللي عندي، ونشوف هنعمل ايه. هنرجع بقى للمحلول تاني اللي احنا كنا عاملين فيه الخوخ. هنزل فيه قطع الخوخ بتاعتي اهو اللي انا قطعتها، وهسيبها فيه برضو لمدة 5 دقايق ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي خلاص عدى ال5 دقايق تمام. هنطفي بقى عليها ونسيبها لما تهدى خالص. بصوا حبايبي ضربت الخوخ بتاعي اهو، وعندي هنا القطع الخوخ اهو اللي هي محطوطة في المية اهو. هروح حطاها كده وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه يغلي غلوتين 2. ولو طلع اي ريم ولا اي حاجه حاولوا ان انتوا تتخلصوا منه ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي زي ما انا ما قلت لكم اهو هنبتدي نشيل الريم بتاعنا ده، احنا مش محتاجينه في اي حاجه خالص اهو كده اهو. وخلاص عدى ال5 دقايق بتاعتنا. نبتدي بقى ايه نطفي عليه وننزل بالفانيليا بتاعتنا اهو كده، ونسيبه لما يهدى خالص وبعدين نعبيه ونشوفه مع بعض. بصوا حبايبي هو كده خلاص برد. ممكن بقى تعملوا الخطوة دي او ممكن ما تعملوهاش، يعني مش لازم، بس انا بقى هعملها علشان يعني هتدي ايه غناوة كده للوصفة بتاعتي. انا حطيت معلقة كريمة لباني او كريم شانتيه لو عندك مثلا، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض كده علشان لازم احطه لما يبرد. هو سخن ما كانش ينفع طبعا اهو. ونقلبه كده ده تماما معانا. في الوقت ده بقى هبتدي اعبيه، وده شكله النهائي. بصوا اكني ما حطيتش حاجه. نعبيه ونشوفه مع بعض. بصوا حبايبي بقى لما عبيناهم ما شاء الله ما شاء الله عملوا لي لترين والكاس اللي انتوا شايفينه ده يعني ما شاء الله ما شاء الله بيعمل كمية حلوة جدا. يلا بقى ندوق ونشوف طعمه عامل ازاي. وادي وصفتنا النهاردة الراني بكل تكات وصفات دندونة. اعملوه بالطريقة دي، بصوا هيبقى ادمان عندكم
وممكن ان انتوا تحفظوه في الفريزر عندكم او في التلاجة، يجيلك ضيف، عندك اولاد، انت هتدمنيه شخصيا. ندوق بقى ونشوف بقى ايه. الله. ولما بتيجي تشربي كده بيطلع القطع الصغيرة اللي انا قطعتها دي. اتفضلوا معايا. طعمه جميل جدا جدا جدا. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وما تنسونيش بالدعوة الحلوة واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد ممكن، وهستنى تطبيقاتكم ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه بأحلى كومنتات اللي زي قلبكم. بحبكم في الله. وقبل ما اقول لكم باي باي، يلا بينا نشوف طريقة الراني بطريقة تكات وصفات دندونة. باي باي.